خواتي كي دايرين؟ هانيين بخير، كلشي هو داك، الامور هانيه. جيت لكم بفيديو جديد، غنقول لكم ان شاء الله على حساب ايطاب بار ايطاب شنو درت انايا باش وصلت لدولة الشيلي. اش من الوراق باش الاجنبي يجي عند السيده المغرب، ولا الاجنبيه تجي عند راجلها المغرب، تصايب معاه وراق ديال الزواج، كلشي من وراق خاصها تجيب معاها. المهم بالنسبه كيف درت انا، شنو الوراق اللي جابش معاها؟ الوراق ديال 2022 ديال الحاجه الجديد ديال 2023، هادشي اللي كاين دابا، هاد السيستم الجديد اللي كاين. هو اول حاجه تجيب معاها عقد الزديات ديالها، تجيب معاها عقد الزديات ديالها، وتجيب معاها شهاده العزوبه كيف عندنا في المغرب. الا كانت مطلقه تجيب معاها شهاده الطلاق ديالها، هادشي ضروري. تجيب معاها كونطرا ديال الخدمه اللي خدامها فيها، واش عندها شي محل، واش كتخدم، واش عندها كونطرا في شي خدمه، سونطر دابيل ديال اي حاجه. المهم هادي ضروري كيقلبوا لك هاد الوراق هادي في المحكمه، كياخذوا لك هاد الوراق هادي، محكمه الاسره فين غادي تتزوج انت وياها ان شاء الله، كياخذوا لك هاد الوراق هادي ضروري. والكونط ديال الصالير ديالها 3 شهور الاخر، هادي راه شي معروفه وسهله. ضروري الانسان يكون عنده شويه فلوس، يكون عنده المهم كونط بونكير. تجيب 3 الأوراق، 3 شهور الاخرانيه خاصها تجيب ورقه ديالها متخرجه من البنك، هادي ضروري. كما قلنا كونطرا ديال الخدمه ديالها فاش خدامه، وديال الصالير ثاني حاجه، وعقد الزديات ثالث حاجه، ورابع حاجه هي شهاده العزوبه، والحاجه الخامسه هي ديال البوليس، ورقه ديال فيش اونتروبوميتريك ديال ما عندها لا وساخ حتى شي حاجه، كاين لا مشاكل لا والو. فيش اونتروبوميتريك ضروري خصك تكون خاويه، تكون عندها هي خاويه. هادشي راه معروف، راه عندنا البلاد تما شويه كيحكروا على هادشي، وعندهم حتى هنايا خص بنادم يدخل عندهم ما يكون عنده لا صوابع، لا والو، يكون عندهم داكشي بنادم نقي وريغولو، حيت عندهم الفيزا شويه صعيبه. المهم هي هي الاولى وهي الاصعب اللي كاينه في امريكا اللاتينيه، هي الفيزا ديال التشيلي. وصافي هذا ما كان. وعاد ملي كتجي عندك تما عاد خاصك وتجيب معاها ضروري ورقه ديال الاسلام، تكون مسلمه، فهمتيني؟ انا غادي نوريكم ان شاء الله من هنا لقدام كيفاش الزوجه ديالي الشيليه كيفاش دخلت الاسلام، وكيفاش وريتها الوراق، كيفاش عرفت على الديانه ديالنا ولا الاسلام ديالنا. غير بشويه بشويه، حيت بنادم الا كانت عنده شي كان متبع شي ديانه اخرى وبغيتي نتايا تدخلو لشي ديانه ديال الاسلاميه، ولا بغيتي فهمتيني يولي مسلم، ما خصك ماشي تزرب عليه ولا تنفعل معاه ولا تدخل ليه داكشي صحه غير باش تصايب الوراق. هادي عول على ربي راه ما غيسهلش، خاص داكشي يكون من القلب خارج، ويكون على اقتناع. انا بقيت مع المدام ديالي غير بشويه، السيمانه الاولى، 10 ايام الاولى، الشهر الاول، الشهر الثاني، الثالث، كنصيفط لها الفيديوهات كيفاش الانسان كيصلي الاعياد ديالنا، عيد الاضحى، كيفاش كندوزو رمضان. فهمتي؟ بقات بشويه 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 حتى الحمد لله دخلت الاسلام وتنقاد الدين الاسلامي، وجابت معها ورقه ديال الاسلام من الشيلي حتى فاش التحقات بيا في المغرب، جابت معها ورقه ديال الشهاده الاسلاميه. هذه حتى هي ضروريه. كيحكروا على ديك الساعه كان قبل في اي ديانه يكون الانسان يقدر يجوجو، اما من دابا هادشي اللي ولا في الاخراني ضروري خص يكون بنادم مسلم اللي بغى يدخل عندك، يكون عنده ديال الورقه ديال الاشهاد بلي راه مسلم، ضروري خصها تكون عنده. هاد الاختلاف الوحيد اللي كاين، الراجل الا دخل عندك المغرب هما اللي كيديوه للجامع وكيسلموه، يديوه عند العدول وكيستخرجوا له واحد الورقه. اما الزوجه الا دير الاشهاد عندها في بلادها ماشي مشكل، ماشي بحال الزوج. هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين المراه والراجل على حسب القانون اللي عندنا هنا حنا في المغرب في البلاد. الراجل خصو يجي حتى تما يكون مسلم، فهمتيني، ولكن يجي حتى تما الى المغرب ويديوه هما الاسلام، يديوه للجامع
وقادو ليه ورقاتو وكلشي وعند العدول داكشي موتشر. اما المرا ماشي مشكل، الا جابت الورقه هنايا هادشي اللي دارت انا الزوجه ديالي مشات للجامع هنايا في المدينه اللي متواجد فيها انايا دابا فالبارايسو. مشات للجامع وتقتنعات وشهدت تما، واستخرجوا لها واحد الورقه وعطاوها ليها، وهي اللي كانت من ضمن الوراق اللي جابت معاها. هي ضروري في محكمه الاسره غيسولوك عليهم هادشي كامل. عند الراجل تمايا خصو يكون عنده حتى هو الوراق بحال هكا، ماشي بزاف ولكن ضروري الوراق القانونيه هي شهاده العزوبه. ولا كان مجوج مطلق قبل تكون عنده ورق ديال الطلاق وديال الخدمه، ضروري يكون خدام فشي حاجه ولا كيبيع ويشري، ولا المهم يجيب شي شهاده العمل ولا شي حاجه. ولا ما كان كيدير ما كانش عنده لا خدمه ولا هو كان عاطل كيما نقولوا، ما نكذبوش على راسنا، بنادم ما خدامش كاع ولا شي حاجه، يدير بطاقه ديال المقاول الذاتي. ما قدرش يديرها حتى هي البطاقه ديال المقاول الذاتي، كاين واحد الوراق اخرين اللي يقدروا يساعدوك تكون عندك شي على اساس تكون عندك واحد، تكون عندك خدمه، تكون عندك كدير شي حاجه تقدر تصايب. كاينه بتصريح الشرف، انت كتمشي تجيب هاد الورقه تكون كتبيع وتشري خضار، كتبيع الحوت، كدير اي حاجه المهم. ولكن راه ما متعرفاش الدوله راه كتبيع غير في الزنقه، ولا ما تعرف حتى شي واحد، ودولتهم هما ما غيعرفوش خدام ولا هادي ولا واش تدفع الوراق يقولوا لا كيبيع بطاطا ولا كيبيع مطيشه الله يسهل كل واحد، ولا كيبيع حوت ولا كيبيع هادي. اش من اوراق عنده باش نعرفوا هاد المهنه اللي كيدير. كاين واحد التصريح بالشرف كدير واحد الاشهاد انا خدام في هادي في هادي، وكيدخل لي واحد الصالير الشهري اللي كنجمع من الشهر للشهر وكنحطو في البنكه وهادي. وضروري خص يكون عندك كونط بونكير، ضروري بحال هي بحال نتايا. انت ضروري خصك تخرج لهم 3 شهور الاخرى من الكونط ديالك، هادي ضروري دير تصريح بالشرف انك كتدخل واحد لاصوم من الشهر للشهر. الا ما كان عندك والو كاع ما كنتيش خدام، هادشي اللي كنقول لكم ديال 2023 الاخر الجديد ديال الجديد الاخر، تكون كتدخل زعما تكتب داكشي في ديك الورقه راك وتكاليزيها وتكون قانوني وحتى هي غادي تترجمها. ضروري ترجموا الابوستيل في تما. حنا ضروري كاع الأوراق ضروري خصك دير لهم ترجمة. كاين ورقة ديال الزواج اللي كدير عند العدول، تزوج نتا وهي غادي تزوج زواج إسلامي بحال الصداق بحال كلشي، فهمتي؟ داكشي قانوني وداكشي يعني بحال غتزوج شي مغربية. عندك ورقة ديال الزواج وديال سميتو ديال الصالير ديال لابونك ديال 3 شهور الاخرى، وديال هذا تصريح بالشرف. ولا كانش عندك شي ملك ولا شي حاجه ولا شي دار ولا شي حاجه حتى هي خصك شهاده الملكيه حتى هي خصها تكون عندك. الا عندك الدار الا عندك حتى هي خصك تجيبها حتى هي مدفعه من الوراق يعاونوك شويه بالفيزا، فهمتي؟ ونقول لكم واحد الحاجه علاش بنادم كيرفضوا ليه الفيزا بزاف، كيقول انا مجوج وهذا وهذا وانا براسي رفضوا لي الفيزا جوج المرات وصايبت الفيزا الثالثه ودارت المدام ديالي دارت محامي عاد قدرت نطلع عند هادشي. الا قدرتو الشخص اللي جاي عندكم من الدوله الاجنبيه بحد ذاتها في هاد امريكا اللاتينيه بعدا يحاول يقلب لكم على شي كونطرا ديال الخدمه، واخا ما غاديش تخدم واخا ما غاديش تخلص، المهم تكون عندك كونطرا. جيتي تخدم مرحبا، ما جيتيش هاد كونطرا ديال العمل غادي تعاونك في الفيزا باش تشدها. انا نقول لك 100% مليار في المية كاع كونطرا ديال الخدمه حلاقه، خدم في سيرفور شي لعبه ما عندهم هنا كلشي بالخدمه كلشي بالكونطرات. والاغلبيه ديال الخدمات ما كيخلصوكش اسبريس، خاصك تصايب كارت فيزا تكون عندك كونط كيفيرسيو لك ديريكت الكونطرا، حيت الاغلبيه خدامين بكارت بونكير. هادي غادي تعاونك بزاف بزاف بزاف. الا ممكن داك الشخص اللي غيجي لعندك ولا ديك الانسان اللي غادي تجي عندك تشوف شي كونطرا بغيتي تجي تخدم بديك الكونطرا مرحبا، واخا انت مجوج غير باش تعاونك بالفيزا ديال الشي لا صعيبه بزاف. ولكن بهاد الامور كاملين ان شاء الله هاد الثغرات هادي كلشي غيسخر الله ان شاء الله،
الله يسهل على كل بنت الناس، والله يسهل على كل ولد الناس. صافي، هادشي اللي كاين، وان شاء الله كلشي يدوز بخير وصافي. الله يسهل على كل واحد. وان شاء الله فيديو جديد عاوتاني غنوريكم البلاد كيفاش، ونخرجوا شويه وندوروا، ومن بعد غنوريكم المدام ديالي وكيفاش شهدات، وكيفاش عائلتها والمعيشه هنا، وباش زايدين علينا وباش ناقصين علينا وكلشي. حبس الفيديو هنا ونقول لكم تاو، الله يسخر الامور.